بعض الرسائل تنقل بدع وخرافات، بعض الرسائل تنقل بدعا وخرافات، منها ما بدأ يتناقله الناس منذ أيام، من قال كذا وكذا ولا بد أن يرسل هذه الرسالة إلى 10 أو سيصيبه كذا وكذا، إن لم ينقل هذه الرسالة إلى 10 من أهل الجوالات سيصيبه كذا وسيحدث له كذا، وإن فعلها ونقلها سيصيبه من الخير كذا وكذا. هذا تدخل في خصائص الألوهية والعياذ بالله. هذه الرسائل طعن في التوحيد وتدخل في خصائص الألوهية، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يرسل إليك رسالة ويقول أمانة في عنقك إلى يوم القيامة، لابد ترسلها إلى 10. أمانة في عنق ولن أسامحك، لابد أن ترسلها إلى 10. لماذا تلزمني بمثل هذا؟ لماذا إلزام الآخرين بمثل هذه